سلام عليكم، وحشتوني جدًا، جدًا. الفيديو بتاعي النهارده فيديو ضرب نار. عملت لكم الرقاق الطري وكمان الجبنة القريش الفلاحي من غير حصيرة ولا أي حاجة، وكمان طلّعت القشطة، ومش بس كده ده ب2 لتر ونُص من الحليب. يالّا بقى كده ارفعوا الفيديو بتاعي باللايك، وكمان اللي مش مشترك في القناة يشترك. ده كده الطاجن بتاعي دخّلته الفرن لمدة 5 دقايق، طلّعته من الفرن وحطيت إيدي كده عليه يا دوب كده إيديّا مستحملاه. جبت إزازة اللبن بتاعتي ودي 2 لتر ونُص من الحليب الله يرضى عليها اللي اديتها لي، لبن بخيره، والله لبن بخيره. حطيت اللبن في قلب الطاجن ورفعت كده الإزازة لفوق علشان أنا عايزة الوش كده يبقى فيه رغاوي. دخّلته الفرن وسِبته لمدة 3 أيام. بعد ال3 أيام طلّعت الطاجن بتاعي، طبعًا أنا لا لمسته ولا حرّكته، وسِبته 3 أيام علشان الجو سقع، إحنا الأيام دي أيام ساقعة فسِبته 3 أيام. بعد ال3 أيام فتحت عليه لقيته ما شاء الله اللهم بارك زي ما أنتم شايفين. القشطة مش عايزة نقول لكم على الجمال. والله، والله القشطة اللي إحنا بنشتريها من برّه طعم، واللي أنتم بتعملوها في البيت كده اللي بخيرها دي طعم تاني خالص، خالص. شِلت بقى كده القشطة ما شاء الله اللهم بارك، عملت معايا الطبق ده كده حوالي نُص كيلو. وده كده بقى الرايب بتاعي اللي أنا هاعمل بيه الجبنة، ما شاء الله اللهم بارك زي ما أنتم شايفين. جِبت بقى كده المصفى، وجِبت كده القارب، وحطيت كمان عليه الشاشة، ونزلت كده بالجبنة بتاعتي، هي لسه ما بقتش جبنة، أنا نزلت بالرايب زي ما أنتم شايفين. حطيته بقى كده في الشاشة، وحطيت عليه شوية من الملح، وقلّبت بقى كده لحد كده ما إيه، الملح دخل مع الرايب كويس، وهاغطّي بقى كده عليها وهاسيبها تتصفّى براحتها. عايزة نقول لكم يا جماعة سهلة جدًا، ولا حصيرة ولا أي حاجة، والجبنة ما شاء الله اللهم بارك حرفيًا أول مرّة آكل جبنة بالجمال وبالطعم ده. عايزة نقول لكم أهم حاجة اللبن اللي تجيبوه تكونوا جايبين لبن مضمون من حد كويس. ما شاء الله زي ما انتم شايفين حطيتها كده بقى في الشاشة، وهسيبها بقى كده تتصفى وتنزل الخض اللي انتم شايفينه في قلب القارب من تحت. ادي كده بقى الجبنة بتاعتي، هاسيبها بقى كده شوية وهاروح واجي عليها واعصّر فيها لحد كده ما تبقى بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. عايزة نقول لكم الريحة بس لوحدها كده وأنا رايحة جاية تحسّوا كده إن البيت مليان خير وبركة. ده كده بقى الخَض، عايزة نقول لكم بقى الخَض ده اللي أنا عملت بيه الرقاق. بس يالّا بينا بقى نشوف الجبنة بتاعتنا أنا عملتها إزاي. بعد بقى كده ما اتصفِّت ونزّلت كل السوايل، جِبت ورقة زبدة وحطّيت فيها الجبنة. عايزة نقول لكم والله حرفيًا أنا ما غيّرت ورقة الزبدة، لإن هي نزّلت كل السوايل اللي فيها. آدي كده بقى بدأت كده ألِف الجبنة بتاعتي زي الرول علشان تدّينا بقى كده شكل الجبنة القريش. عايزة نقول لكم طعم وريحة قشطة، حرفيًا قشطة والله يا جماعة. إحنا داخلين على شهر رمضان، كل سنة وأنتم طيبين وبعود الأيام علينا وعليكم إن شاء الله. اعملوا الحاجات دي في البيت، عايزة نقول لكم هتفرق معاكم خالص، خالص. جِبت بقى كده الشوكة وعملت كده بقى إيه، خطّين كده رايح جاي زي الجبنة القريش أو الشكل بتاعها اللي إحنا بنشتريه من برّه، بس الطعم بقى بتاعها حاجة تانية خالص، خالص غير اللي أنتِ بتشتريها من برّه. عملوا معايا 6 قطع، تخيّلوا 6 قطع. دلوقتي كيلو الجبنة القريش ب70 جنيه، شوفوا كده ال6 قطع دول هتجيبوهم بكام، ونُص كيلو القشطة. يعني عايزة نقول لكم سعر القشطة غالي خالص، وكمان مش زي اللي أنا عملتها. والله يا جماعة الجبنة والقشطة مش زي اللي أنا عملتها أو بتشتروها من برّه، طعم البيت بيبقى حاجة تانية خالص. ده بقى كده كمان الخَض اللي طلع، عايزة نقول لكم ده بقى كده اللي أنا هاعمل لكم بيه شوية الرقاق الطري. إن شاء الله هاعمل لكم الفيديو بتاع الرقاق ده لوحده في فيديو منفصل، لإن في ناس قالوا لي إحنا عايزين طريقة الرقاق الطري بس. ده كده معايا كيلو من الدقيق عمل معايا 6 كوبايات. وجِبت عليهم نُص كوباية من الزيت، وبدأت كده أبِث الدقيق، نُص كوباية من الزيت على كيلو الدقيق، ورشة الملح. أنا ما حطيتش رشة ملح لإن الخَض فيه ملح مطرح الجبنة، طبعًا الخَض بتاع الجبنة أنا كنت حاطة على الجبنة ملح فما حطيتش ملح. وعجنت بقى كده بالخَض زي ما أنتم شايفين، وعمل معايا العجينة وملمسها في منتهى الروعة، وريحة العجينة والله يا جماعة حاجة كده وَهْم. إن شاء الله هاسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. اللي مش عارف مكان صندوق الوصف، هو سهم صغير على إيدِك الشمال تحت الفيديو، هتضغطي عليه هتلاقيني كاتبة لِك كل حاجة في صندوق الوصف.
بدأت بقى كده أقطّع العجين بتاعي وأكوّره، طبعًا بتعملوا الحجم بتاع الرقاقة اللي أنتم عايزينه، وعايزة نقول لكم كمان أنا سوّيته على عين البوتاجاز من فوق مش في الفرن، يعني أنا النهارده سهّلت لكم كل حاجة النهارده في الفيديو، لا استخدمت حصيرة ولا فرن ولا أي حاجة. ده كده بقى شكل الرقاق بتاعي، طبعًا الرقاق كلنا عارفين إنه ما بيتحطّش عليه خميرة، هو زي ما شفتوا الدقيق والزيت والخَض اللي أنا عجنت بيه. طب أنتم هتقولوا لي أنتِ حطيتِ قد إيه سوايل على حسب نوع الدقيق، يعني الدقيق بتاعِك على قد ما ياخد العجينة بتشوفيها مضبوطة في إيدِك والّا لأ. خلاص كده بقى سِبت العجينة بتاعتي ارتاحت حوالي ساعة إلا ربع، كل ما هتسيبوها ترتاح كل ما هتدّينا نتيجة أحسن. على المفرش بقى كده رشيت شوية من الدقيق، وبدأت كده زي ما أنتم شايفين أفرد الرقاق بتاعي. هاعمل معاكم كده أول واحدة وهنرجع تاني أورّيكم أنا عملت إيه. حطيت بقى كده الصينية وسخّنتها ونزلت أول رقاقة كده معايا، زي ما أنتم شايفين أنا باقلبها يمين وشمال، يعني أنا مش باسويها على جنب واحد بس واستنى لمّا تستوي وبعدين أقلبها، ركّزوا شوية، أنا يا دوب باحطها على الصينية تتشمّع أقلبها، يعني أسيبها ثانيتين على الجنب ده وثانيتين على الجنب ده، أنتم فاهمين؟ أكيد أنتم فاهمين. زي ما أنتم شايفين كده باقلّبها يمين وشمال، أقلّبها هنا ثانيتين وأقلبها على الجنب التاني ثانيتين، لحد ما تعمل معايا اللون اللي أنتم شايفينه ده. هنعمل مع بعض واحدة كمان وهاقول لكم برضه أنا مش هابقى رايحة جاية كده على البوتاجاز كل شوية، هاقول لكم برضه أنا عملت إيه. فردت كده تاني واحدة، رشيت دقيق وفردتها، وده كده برضه على الصينية رُحت بيها كده زي ما أنتم شايفين، حطيتها على الصينية، أنا بس عايزاكم تركّزوا في التسوية. وقلبتها ثانيتين وقلبتها، حطيتها هنا ثانيتين يبقى الناحية التانية ثانيتين، وبالإسباتيولا كده باضغط بتنتفخ معايا، على الرغم إن أنا مش حاطة خميرة ولا أي حاجة، الرقاق الطري ما بيتحطلهوش خميرة، بس خلّوا بالكم من التسوية، على عين البوتاجاز حطيت الصينية بانزل بالرقاقة بتاعتي أسيبها ثانيتين وأقلبها ثانيتين أهو، يعني زي ما أنتم شايفين مش باسيبها تتسوى مرة واحدة بس من تحت وبعدين أقلبها لأ، ثانيتين هنا وثانيتين هنا، سبتوها 3 ثواني تحت من هنا تقلبوها 3 ثواني، وبالإسباتيولا تضغطوا، عايزة نقول لكم بتنتفخ معايا وزي الفل وبتعمل اللون اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا كل ما يعني باطلّع رقاقة باحطها في الكيس علشان الرقاق يحتفظ بالطراوة بتاعته. ما شاء الله اللهم بارك، مش عايزة نقول لكم على ريحة الخير اللي مالية البيت النهارده، وب2 لتر ونُص من الحليب، بس أهم حاجة تشتروا الحليب من حد يكون مضمون. ادي كده ما شاء الله لو تلاحظوا وتركزوا اكيد عينيكم شايفه الرقاق بينتفخ معايا وزي الفل. طب انا بقى هروح واجي لا انا جبت الطبليه وقلت بقى كده افرد الكميه كلها مره واحده واروح اسويها كلها مره واحده، بس انا قلت كده اعمل معاكم اول اتنين وانا رايحه وانا جايه. خلصت بقى كده الكميه كلها وانبسطت بقى كده خلاص ان انا خلصت الكميه كلها، يبقى انا كده هقف على البوتاجاز بس. ركزوا بقى كده، أنا باحط أهو الرقاقة، أول كده ما بتتشمّع معايا باقلبها الناحية التانية وأفضل أقلب يمين وشمال، يمين وشمال، لحد كده ما تستوي من الجنبين. زي ما أنتم شايفين بتعمل معايا اللون اللي أنتم شايفينه ده، وبالإسباتيولا كده باضغط من جميع الجوانب، عايزة نقول لكم بترتفع معايا وزي الفل. دلوقتي بنشتري كيلو الرقاق الطري واصل ل45 جنيه، وعلى إيه يا جماعة؟ حاجة البيت والله ما فيش أحسن منها. بُصّوا شايفين أنا خلّصت الكمية كلها، ما شاء الله اللهم بارك، طري جدًا، وكمان والله يمكن التصوير كمان ظالمه. دي بقى كده القشطة بتاعتي حطيت عليها بقى كده حتة مربى مش عايزة نقول لكم على الجمال، والجبنة القريش زبدة، حرفيًا زبدة، وشايفين الطراوة بتاعة الرقاق، قوموا كده اتشجعوا واتعلموا، كلنا بنتعلم من بعض، ويالّا اللايك ويالّا الاشتراك، واستنوني في فيديو جديد، باي باي.